في حاجة غريبة بتحصل معانا كلنا، إننا بنحكم على حياتنا وإحنا لسه عايشينها. يعني مثلا موقف يحصل لك تزعل وتقول دي أسوأ حاجة حصلت لي، وتبدأ تحكم وتقرر إن اللي حصل ده كان غلط، بس الحقيقة أنت ما تعرفش، لأنك ببساطة شايف جزء صغير جدا من الصورة، والباقي لسه ما حصلش أصلا. بعض الفلاسفة قالوا إن الإنسان لا يرى الأشياء كما هي، بل كما يراها هو. يعني إيه؟ يعني أنت مش بتشوف الحقيقة كاملة، أنت بتشوف إحساسك وقتها. لو أنت زعلان كل حاجة هتبان وحشة، لكن ده مش معناه إن هي فعلا وحشة. خلينا ناخد مثال. شاب كان نفسه يسافر، وكان شايف إن السفر هو حلم حياته. قدم واترفض. اليوم ده كان من أسوأ أيام حياته. بس بعد سنة حصلت ظروف خلت نفس المكان ده يبقى فيه مشاكل كبيرة. وقتها بس فهم إن اللي كان شايفه حرمان كان في الحقيقة حماية. ودي مش مجرد قصة، ده واقع بنعيشه كل يوم. علم النفس كمان بيأكد المعنى ده، وقال إن الإنسان عنده تحيز اسمه التسرع في الحكم. يعني إيه؟ يعني بيحكم بسرعة من غير ما يشوف الصورة كاملة، وده اللي بيخليك تحكم على موقف هو لسه ما انتهاش. وهنا تيجي المشكلة الأكبر، إنك مش بس بتحكم، إنت بتعترض وبتزعل وبتتضايق، يمكن حتى بتغضب، مع إنك مش شايف غير جزء صغير جدا ومش فاهم اللي بيحصل كامل. خليني أقولك على حاجة حصلت قبل كده. سيدنا يوسف عليه السلام اترمى في بئر وهو طفل. لو شفت اللحظة دي بس كده هتقول دي نهاية، لكن الحقيقة دي كانت بداية طريق خلاه بعد سنين يبقى عزيز مصر. نفس الحدث كان ممكن يتشاف كارثة، لكن في الحقيقة هو كان ترتيب. وهنا يجي المعنى اللي القرآن قاله بشكل مباشر جدا. ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ركز في تكرهه، يعني أنت زعلان ومش راضي، لكن الحقيقة هو خير لكم، مش احتمال، لأ، ده يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني كله، مش اللي يعجبك بس، حتى اللي انت شايفه صعب دلوقتي، بس بشرط واحد، إنك تصبر وترضى، مش علشان تستسلم، لكن علشان انت واثق إن ربنا شايف الصورة كلها، وإن انت شايف جزء صغير جدا منها. فالسؤال هنا، انت زعلان علشان اللي حصل كان وحش، ولا علشان مش على مزاجك؟ لأن في فرق كبير. ممكن الحاجة توجعك بس تنقذك، وفي الآخر هتفهم. بس يا ترى هتفهم وانت صابر، ولا بعد ما تتعب أكتر علشان انت مرضتش؟